المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم، حملة واسعة لحماية التربة والمياه والتشجير في الإقليم الأوسط، إصحاح للبيئة في بارنتو، حكومة مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب جديدة وتكشف تفاصيلها. مجلس الأمن يقر بتمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا. لأول مرة منذ 2002 سعر صرف اليورو يعادل الدولار. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا، وكانت 2 في ترابولو، وإصابتان في ساتانتو أوتو، و2 في إنداجرمان، وواحدة في كل من تصارات وعداق حموس وكازين ومبادره وأخريا وغازاباندا ومايتمناي وقجرت وسنبل ودنب سنبل. في غضون ذلك شفي مريض واحد من فيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9844. شفي منهم 9701 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 40 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 13 من يوليو 2022. تنظم حملة واسعة لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير في منطقة ماي دمنت في الإقليم الأوسط، وفي هذا الإطار قام أعضاء جمعية سيارات الأجرة والفرق العسكرية 70 و16 و84 وأعضاء إدارة الإقليم الأوسط ببرنامج تشجير في 12 من يوليو الجاري. وأوضح السيد ميكائيل أبراهام من سلطة الغابات والحياة البرية أن الحملة التي تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الأخرى والاتحادات الوطنية والشركات والإدارات تشمل إعداد الحفر وبناء المدرجات ورعاية الشتول والتشجير. وأكد المشاركون في النفير على أهمية الحملة، موضحين العمل لضمان نمو الشتول. أفاد مكتب وزارة الصحة في مديرية بارنتو بوصول تغطية إصحاح البيئة لنسبة 98% في إطار الجهود لمكافحة الأمراض المعدية. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض تمسكن برهاني أوضح خلال مراسم تدشين إصحاح بيئة العلاي داسي إصحاح بيئة 43 قرية تؤطر في الضاحية. وذكر مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة السيد عبد يعقوب أن أنشطة إصحاح البيئة تحقق نجاحا جيدا في مديريات الإقليم. قدم أعضاء قسم الجمارك في مديرية 4 أسمرة في الإقليم الأوسط دعما ماليا وزع على 9 أسر شهداء في 19 من يوليو الجاري. وأشاد مدير مديرية 4 أسمرة وأشادت السيدة الغانيش توكو بمبادرة أعضاء قسم الجمارك، وقالت إن مساعدة أسر الشهداء مسؤولية الجميع وليست الحكومة وحدها، داعية للدفع بالتعاون والتعاضد. تبرع الإريتريون في الداخل والخارج ب100,000 نقفة و3,000 دولار كندي لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وقدمت السيدة ليلى برهاني 100,000 نقفة باسم زوجها الشهيد داويد طقاي. وقدمت كنيسة القديس ميكائيل الأرثوذكسية الإريترية في تورونتو الكندية 2,000 دولار كندي، والسيد جورج هايلي المقيم في تورونتو 1,000 دولار كندي. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت الحكومة العسكرية في مالي أن قواتها ألقت القبض على 49 جنديا دخلوا البلاد من ساحل العاج المجاورة بنية تنظيم انقلاب عسكري، لتكون بذلك المحاولة الانقلابية الثانية التي تعلن إحباطها خلال أقل من 3 أشهر. وأكد العقيد عبد الله مايغا المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في بيان نزعه التلفزيون الرسمي أن هؤلاء الجنود 49 دخلوا إلى الأراضي المالية بطريقة غير
شرعية وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية من دون أمر مهمة أو ترخيص. وأضاف مايغا أن الحكومة الانتقالية قررت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن حكومة ساحل العاج نفت أي معلومات عنهم عند الاتصال بها. وفي مايو الماضي قالت الحكومة المالية أنها أحبطت محاولة انقلابية قام بها وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمها. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية قرارا بمد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر، واشترط إجراء تصويت على قرار جديد للتمديد 6 أشهر أخرى. وصوت لصالح القرار الذي قدمته إيرلندا والنرويج 12 دولة، فيما تحفظت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ويشترط القرار المعتمد إجراء تصويت على قرار جديد لتمديد العمل بالآلية حتى 10 يوليو من العام المقبل. ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير خاص بالاحتياجات الإنسانية في سوريا وتقارير مفصلة عن المساعدات المقدمة عبر الحدود. ورحبت تركيا بالقرار، معتبرة أن آلية الأمم المتحدة هذه تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى ما يقارب 4.1 ملايين شخص محتاج في شمال غرب سوريا، وذلك من خلال استجابتها الفعالة للأزمة الإنسانية في سوريا ولتحقيق الاستقرار الإقليمي. تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو لتبلغ دولارا أمريكيا واحدا في مستوى لم يسجل منذ عام طرح اليورو للتداول قبل 20 عاما، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسية على الاقتصاد الأوروبي. وبلغت قيمة اليورو دولارا واحدا لفترة وجيزة في سابقة لم تحدث منذ ديسمبر 2002 قبل أن ترتفع مجددا بشكل طفيف. ويتأثر اليورو باحتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا، ويتجنب المستثمرون الأصول الخطرة ويفضلون التداول بالدولار، والذي ارتفع ليعادل سعر صرف اليورو لأول مرة منذ عام 2002. ويخيم القلق على الأسواق بسبب أزمة كبيرة في الطاقة بالقارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن إذا ما كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال الصيانة، ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا. امتدت موجة الغيث التي شهدتها أوروبا الغربية إلى فرنسا، وسجلت درجات حرارة استثنائية للمرة الثانية في أقل من شهر بعد أن كانت قد تخطت 40 مئوية في إسبانيا والبرتغال، ما ينذر بتداعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية. ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر هذه إلى أجزاء أخرى من أوروبا الغربية أو وسط أوروبا. وفي بريطانيا وجهت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا قبل موجة حر قصوى مع حرارة قد تتجاوز 35 مئوية. ودعت شركات توزيع المياه في إنجلترا زبائنها إلى الاقتصاد في استخدام المياه في مواجهة موجة الحر. ويقول العلماء أن تزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، وأن انبعاثات غازات الدفيئة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها. وفي ظل الحر الاستثنائي اندلعت عدة حرائق في إسبانيا والبرتغال اجتاحت وسط البلاد في نهاية هذا الأسبوع من جديد وسط درجات حرارة شديدة وهبوب رياح قوية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم. حملة واسعة لحماية التربة والمياه والتشجير في الإقليم الأوسط. وإصحاح للبيئة في مديرية بارنتو. حكومة مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية جديدة وتكشف تفاصيلها. ومجلس الأمن يقر بتمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا. ولأول مرة منذ 2002 سعر صرف اليورو يعادل الدولار. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم.